صباح الخير. أحلى صباح ويا فنجان القهوة. يسعد لي صباحكم. مرحبا حبايب، شلونكم متابعيني الأعزاء؟ أهلا وسهلا بكم. اليوم خلصت عندي البهارات المشكلة والبهارات السبعة، ولازم أسويها جديد. أنا أسوي بالنسبة للبهارات ما أسوي كمية كبيرة لأن أنا أطحنها كلها على إيدي، فأسوي كمية قليلة ومن تخلص أسوي مرة ثانية حتى ريحة البهارات لا تختفي، لأنه البهارات من تطحن ومرور الوقت تفقد رائحتها. فسويت لكم اليوم الخلطتين، وهي موجودة أيضا على الصفحة مالتي على القناة، اللي يحب يشوفها موجودة. وهذه أنا اليوم هم عدتها مرة ثانية، أنا كل ما أسوي راح أصور لكم إياها. هنا عندي كملت البهارات المشكلة اللي هي للجدر. هذه بهارات مشكلة للجدر، لونها أصفر يصير. الفرق بيناتهن الكميات، المواد. مثلا بالبهارات السبعة هي 7 أنواع من البهارات نستخدمها، بس الإضافات الثانية اللي إلها اللي هي الكركم والكاري تكون كمية كلش قليلة بس للفائدة، لأن الكركم صحي. بس بالنسبة للبهارات المشكلة لا، تكون كمية الكركم والكاري بيها أكبر من بقية البهارات. فتعالوا نشوف الطريقة، ولا تنسون الإعجاب والاشتراك بالقناة إذا ما مشتركين، وتفعيل الجرس حتى يوصلكم كل جديد بقناتنا على اليوتيوب يوميات أم فراس. أهلا وسهلا بكم. هنا البهارات المشكلة اللي هي للجدر، للمرقة، للتبسيل، هيك شغلات. يعني هي تقريبا نفس المكونات بس الكميات مالتها تختلف. مثلا كنا نستعمل الكبابة والقرنفل وجوز الطيب كمية كبيرة بالبهارات السبعة. لا، أنا هنا خليت القرنفل قليل وخليت الكمون، وهنا الكزبرة. شوفوا كمية الكاري شقد، والفلفل الأحمر الحار، زنجبيل، دارسين اللي هي القرفة، الكركم كمية كبيرة، ورق الغار، والهيل. شوفوا الكميات تختلف، يعني عندك الكاري والكركم كلش هواية بيها حتى يصير لونها أصفر، اللي هي هاي نفسها اللي خلصت عندي، وأنا كاتبتها بهارات مشكلة للجدر. هاي للمرقات، للحميسة، هيك شغلات. هواي أكو يسألوني شنو الفرق بين البهارات السبعة وبين البهارات المشكلة للجدر. هاي الفرق، بس الكميات أقل، والكركم والكاري والفلفل الحار أكثر، بس بيها زنجبيل وبيها الكزبرة. هذا الفرق. وأي شيء أنت تحبيه تضيفيه إلى تقدرين تضيفيه. بهارات الجدر أي شيء تردين تضيفيه تقدرين تضيفيه. هسه راح نطحنها. وهذه الكمية اللي طلعت عندي هاي كلش كافية، حتى من تخلص أسوي جديدة. لأنه قلت لكم مثل ما قلت لكم، كل ما تتأخر المدة مالت البهارات المطحونة تفقد رائحتها، وأهم شي بالبهارات هي ريحتها. وشوفوا لونها يفرق. البهارات السبعة هي أساسية،
اللي هي الهيل والفلفل الأسود، القرنفل، القرفة اللي هي الدارسين، وجوزة الطيب، ورق الغار، وهاي الكبابة. هذني أساسيات البهارات السبعة. كبابة، شوف الفرق بين الكبابة، هاي الكبابة وهاي الفلفل الأسود، نفس الكبابة الفلفل الأسود بس الحجم أكبر، شوفوا، وما بيها حرارة مثل حرارة الفلفل الأسود. هاي بالنسبة للبهارات السبعة. واللي يحب يضيف مثلي أنا أضيف أكو إضافات، اللي هي الورد، ورد أنا طاحنته، والفلفل الحار، وشوية من الكركم والكاري. هاي إضافات حسب الرغبة، هاي إضافات حسب، بس الأساسيات هاي هي البهارات السبعة، واللي يسموها البهارات السبعة. هاد نحتاجها للكبسات، للشغلات اللي بيها يعني كبسات، مثل برياني، ما برياني، مقلوبة، نستعملها. أما بالنسبة للبهارات المشكلة تختلف، كل هاي البهارات أخليها وأضيف لها شغلات ثانية. يلا خلينا نشوف طريقة العمل، نشوف نطحنهن ونشوف النتيجة. هسه هنا أنا طحنت المكونات السبعة، راح أضيف قليل من، عندي هنا اللي راح أضيفه كاري قليل كلش مو هواية، والكركم، كركم لأن صحي جدا، وأني أخلي دائما الورد اللي يزيد عندي أطحنه وأضمه، وهذا الورد بس. هاي الخلطة مالت السبع بهارات. أهم شي البهارات السبعة الأصلية اللي الرئيسية، والإضافات هاي حسب الرغبة. أنا أحب أطحن الأشياء على إيدي وكمية قليلة حتى ما تخف الريحة مالتها، ريحتها إذا هواية تقلب مرور الوقت. هاي صارت عندي كمية، إيش وقت ما تخلص أقدر أسوي منها مرة ثانية. ها هي بهارات البرياني أو المقلوبة اللي هي البهارات السبعة. شوفوا لونها ايش قد يفرق، هذه لونها فاتح وهذا لونها غامق. هذه اللي هي البهارات المشكلة، وهذه هي بهارات البرياني اللي 7 بهارات. وأتمنى لكم كل الخير وصحة وعافية على قلبكم، وتستخدموها بأكلاتكم الطيبة، وأهلا وسهلا بكم.